السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة حصرية وجديدة على مدونة بصمة شباب. اليوم سنتكلم وقد جئتكم عن دورة الفوتوشوب، ومرحبا بكم. وهي حلقة جديدة أو حلقة الأولى لدورة الفوتوشوب. نبدأ على بركة الله. أولا نقوم بتحميل فوتوشوب نسخة محمولة. يعني ماذا نقصد بالنسخة المحمولة؟ النسخة المحمولة معناها يعني لا تحتاج إلى تثبيت، وتوجد اللغة العربية. وأيضا في حلقة قادمة سنتطرق إلى سنتطرق إلى تحميل الخطوط أيضا. أوكي، بعد تحميل هذا الملف ستجدونه أسفل الفيديو. بعد ذلك تضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم execute administrator بهذا الشكل، ثم تضغط على yes. تنتظر حتى ينفتح معك الفوتوشوب. بعد اكتمال بعد وجهة المترو أو شيء من هذا القبيل. بعد انتهاء بعد ذلك انتهاء ينفتح لك الفوتوشوب نسخة CS6. اوكي، هنا نكتب 250، هنا 130 بهذا الشكل، 130 بيكسل، هنا 250 بيكسل. هنا تختار وايت كما ترون أو ترانسبارنت، كما نضغط على ترانسبارنت أيضا أحسن بهذا الشكل. أوكي، الآن ما علينا نكتب كتابة بهذا الشكل. أوكي، نكتب مثلا مدونة بهذا الشكل، مثلا نضعها هنا ونقوم بتكبيرها قليلا. بهذا الشكل هكذا، ثم نقوم بتغيير الخط. اوكي، مثلا سنختار الخط. هناك خطوط عديدة واحترافية. نعم، اسف على المقاطعة. نختار مثلا سنختار خط آخر. سأقوم باختيار خط احترافي، مثلا هذا. اوكي، خط جميل جدا بهذا الشكل. نقوم بتكبيره ثم ينزل بهذا الشكل الى هنا. بإمكانك اختيار، اسف على المقاطعة مرة اخرى. اوكي، هذا الشكل كما قلنا. مثلا سنختاره ازرق بهذا الشكل. اوكي، او لا يظهر، سنختاره بلون مغاير قد يظهر هنا. اوكي، الآن سنكتب كتابة. مثلا أنا سأطلب من أحد من المدونين سيضع هذا اللوجو. أوكي، هذا يسمونه لوجو أو شعار خاص بالمدونة. مثلا الآن سنقوم بكتابة اسم بصمة شباب بهذا الشكل كما نرى. اوكي، مثلا سنقوم بوضعه هنا. الآن سنقوم باختيار اللون. مثلا سنختاره بهذا الشكل. اوكي، والآن سنقوم باختيار خط
يعني لكي يكون جذاب وجميل جدا. اوكي، سنقوم باختيار احد مثلا اوكي، لقد وجدنا الخط. أن نقوم بتصغيره قليلا بهذا الشكل مثلا. اوكي، كما ترون جميل جدا. ونقوم مثلا بتكبير الميم، او نقوم بتصغيره كما نشاء، او لا نقوم بتصغيره. اوكي، كما تريد. بهذا الشكل. اوكي، مثلا سنقوم بتكبير يعني حرف الباء بهذا الشكل. اوكي اوكي، الآن سنقوم باختيار يعني نقوم بوضع شعار أو خاص يعني كتنبيه. أوكي، أو كلوجو صغير هنا يأتي كإشارة، هنا كإشارة. أوكي، تذهب إلى متصفح جوجل كروم بهذا الشكل، ثم تكتب icon finder كما ترى. ها هو الرابط تجدونه أيضا في المدونة أسفل الفيديو. بعد ذلك تظهر لك يعني خانة سيرش. لقد قام بتغيير يعني تغير الموقع على ما أعتقد. نعم تغير، لا يهم. الآن نكتب واي فاي، أي يعني بالإنجليزية، لا يدعم العربية. أوكي، تكتب أي شيء بالإنجليزية سيظهر لك كشعار. سترون الآن كيف يظهر إشارة الواي فاي كما ترون. العديد من إشارات الواي فاي كما ترون، أو الويفي كما نقول نحن. مثلا سنختار إشارة جميلة وجذابة كما قلت. أيضا مثلا سأختار إشارة مثلا هذه الإشارة كما ترون. تضغط كليك يمين ثم enregistrer l'image sous أو save as image. تختارها في أي مكان في سطح المكتب، ثم تذهب إلى الفوتوشوب بهذا الشكل، ثم تضغط على فايل بهذا الشكل، ثم تضغط على open. اوكي، ثم تختار الصورة أين وضعتها في سطح المكتب، أو في يعني أين حفظتها حينما اتجهنا إلى ذلك الموقع. تضغط على الصورة ثم تضغط على ouvrir بهذا الشكل، ثم تسحبها بالزر الأيسر. اوكي، بالزر الأيسر تسحبها، تضغط عليها، ثم يعني لا تترك يدك من الفأرة، تسحبها إلى مباشرة إلى النافذة هنا الموجودة كما ترون. لقد قامت بإضاءة، ثم تسحبها إلى هنا بهذا الشكل كما ترون. ثم تضغط على كنترول تي بهذا الشكل، تقوم بتدويرها بهذا الشكل كما ترون، بتدويرها كما ترون بهذا الشكل، ثم تقوم بتصغيرها كما تشاء. نقوم بتكبيرها بهذا الشكل. أو كما تشاء. أوكي، كما تشاء يعني تتحكم فيها. أوكي تضعها في أي مكان يعني كلوجو. أيضا نكتب كتابة صغيرة هنا بتصغير الخط إلى 18، ثم نكتب تأتيكم بكل ما هو جديد. أي شيء تكتب أنت. أوكي، على حسب مدونتك أو موقعك أو شيء من هذا القبيل، يأتيكم بكل ما هو. اوكي، بهذا الشكل نضعها هنا مثلا. وايضا نختار
اللون نختاره بالأخضر. اوكي بهذا الشكل او نختار لون اخر كما تشاء. اوكي لكي يسهل عليك، او بهذا الشكل اللون. اوكي لون جميل جدا. وتختار الخط بهذا الشكل وتقوم باختيار الكتابة واللون. وكما ترون قد قمنا بصنع لوجو جميل جدا كما ترون، ويأتي مناسب مع مدونتك وسترى الفرق وجميل وجذاب. ثم إن أردت الحفظ هذا اللوجو في سطح مكتبك تذهب إلى فايل ثم سيف as بهذا الشكل. ثم هنا في فوتو فورمات كما ترون تختار الجي بي جي كما ترون صيغة للصور، ثم تكتب لوجو أو شيء من هذا القبيل تسمية اللوجو أو هذه الصورة، ثم تضغط على enregistrer ثم اوكي. وسنرى اللوجو الذي ظهر لنا كما ترون جميل جدا وجميل جميل جميل جدا. اوكي هذه هي حلقتنا اليوم من دورة فوتوشوب الحلقة الأولى. لا تنسوا زيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك، أيضا يعني مدونتنا وموقعنا الرسمي. ايضا ان اعجبتك الحلقة ولو قليلا اضغط لايك وايضا سبسكرايب للاشتراك للمزيد من حلقات من الفوتوشوب. والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. سلام.